بقلب الأوراس بمنطقة إشمول. هذه المنطقة المعروفة بقساوة البرد، وبداخل هذا الكوخ القديم الآيل للزوال، والذي قد تعتقده وأنت تمر عليه أنه غير مسكون. وفي عزلة تامة تعيش هذه العجوز خالتي حفصية من دون أبناء أو زوج أو معيل. والتالي وايدي وين يقيم شاد المعشر ثيل، يقيم لها المعشرة وذي يقيم لها بوال وهمير همير همير يما حنا همير همير وحس ماهيش قلا ربي ميرا همير زيك دمة زيك عدان غير ميرا الله يربح أمس فويس هي ردسي غليسي. وجدنا خالتي حفصية مستلقية على سريرها بمضجع يخلو من الغطاء لتصر على ضيافتنا بفنجان قهوة رغم تلك الوسائل البسيطة المتواجدة بكوخها، ورغم مرضها الذي أنهك جسمها الهزيل. هنشا التمريض حد ما يناش مرفض غاش ما ويغربض بيه بالنغمة تخصص. هنشا التمريض الجرحات هذاي يد روح غروم مغنيين يدقلين دواوات انت ليلي شليلة اللي تجلس أمام هذا الموقد مع قطتها التي تأنس وحدتها أمام نار لا تجد ما تأكله من حطب أحيانا. وفي ردها على سؤالنا عن المخاطر التي قد تحدق بها قالت: لا أحد يزورني، حتى الفئران لا تأتي لأنها لا تجد ما تأكله. زيك مغبوني التهني وغرولاش تاوينا زديوذان هي ميرا ما هنسيدا من حدودي أمي قال السلام عليك قل متى المعشرتي دير وين لا بقيت يقفل الباب في من صربغني هنا سلي قفل البيبان وقرني حد لهما لا حرق إلى نسي ذمين إلى ظل ذمين إلى ما تخصم حتى يتدوني ثنمير تا أقل أمزيك زيكي منسي ميري منس. لنتركها لوحدها تنتظر التفاتة أبناء وطن، لأن القدر لم يمنح لها فلذة كبد تسعفها وقد بلغها الكبر.